حارس المرمى الأكثر جنونا في التاريخ وصديق باولو أسكوبارا، ريني هيجيتا. وكرة رائعة. عشاق قناة هل تعلم الرياضية في كل مكان، السلام عليكم. يعتبر ريني هيجيتا واحدا من أكثر حراس المرمى إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الكولومبية، بل ويعتبر أيضا واحدا من أشهر حراس المرمى في العالم أجمع، ليس فقط بسبب تسريحة شعره المميزة، بل بفضل براعته في الخروج من منطقة المرمى ليتحول من حارس للاعب مهاجم آخر على أرض الملعب. أراد ريني هيجيتا أو اللوكو المجنون تماما كما كانوا يطلقون عليه أن يعبر إلى التاريخ من خلال اختراع حركة صدة العقرب، والتي أصبحت فيما بعد واحدة من أصعب وأشهر تقنية صد الكرة في التاريخ. فتلك الحركة البهلوانية المذهلة صدمت العالم أجمع عندما فعلها لأول مرة خلال إحدى المباريات الودية بين منتخب كولومبيا وإنجلترا. وبعد أن شاهد الجميع تلك الحركة المذهلة بدأوا يتساءلون من هو ريني هيجيتا، والآن سنعرف قصته. الجدير ذكره هو أن السيرة الذاتية لهذا اللاعب مليئة بالأحداث الغامضة والمثيرة للجدل. والآن وبدون مقدمات أخرى لنبدأ. ولد ريني هيجيتا ساباتا في 27 من أغسطس عام 1966، وقد نشأ وترعرع وسط واحدة من أفقر الأحياء بمدينة ميدلين الكولومبية. وقد توفي والده ووالدته بعد أيام قليلة من مولده، فعانى خلال طفولته المليئة بالحزن والكأس. كان جده حينها هو من تولى شؤونه بقدر المستطاع، لكن الشيء الوحيد الذي منحه الحب في تلك الحياة كانت كرة القدم التي كان يحرص على لعبها طيلة الوقت بالشارع برفقة أصدقائه. فكانت أعمدة المرمى الثلاث وكرة القدم القديمة كانوا بمثابة الضوء الذي كان يضيء حياته البائسة. وأول قفازات يرتديها في حياته كانت عبارة عن جوارب قديمة، وأول ملعب كرة قدم لعب فيه كان الشارع الذي يقطن فيه والمليء بالصخر والوحل. لكن في عقله لم يكن هناك مساحة كافية للحزن والأسف، بل في الواقع كان يشعر كما لو كان يلعب نهائي مونديال، فكان جسده حاضرا في الشارع الذي يلعب فيه، بينما عقله كان في مستوى أعلى من هذا بكثير، وهذا ما ساعده في تحسين مستواه وقدرته بشكل أسرع. كانت بداية مسيرته الاحترافية بين صفوف منتخب إقليم أنتوكيا الكولومبية. الجدير بالذكر أن هذا الإقليم كان يعتبر منبع الإجرام وأخطر عصابات المافيا في تاريخ البشرية، وكان لهذا تأثيرا سلبيا على المدينة. ثم انتشر تأثير هذه العصابات ليصل إلى كافة أنحاء كولومبيا والعالم أجمع. لكن على الرغم من ذلك استطاع ريجيتا أن يجلب النصر لفريقه بتلك المدينة، ونجح في تتويجه بلقب بطل الدوري الكولومبي. وقد تم دعوته عام 1985 للمشاركة في المنتخب الكولومبي للناشئين، ثم تأهل منتخبه للمشاركة في مونديال الاتحاد السوفيتي تحت سن 20 والذي أقيم عام 1985. لكن للأسف أحبطت فرصته للوصول إلى النجومية بتلك البطولة بعد أن تم استبعاده من المشاركة بتلك البطولة الدولية بعد تعرضه لإصابة خطيرة بيده اليمنى. لكن بعد أن تعافى من إصابته بنهاية عام 1985 بدأت العديد من الأندية بالتهافت عليه للتعاقد معه، ونجح فريق ميوناريوس الكولومبي في التوقيع معه. وقد استطاع بهذا الفريق أن يكون شخصية مميزة وأن يطور طريقته في اللعب التي ذهبت حرفيا إلى مستوى بعيد بالنسبة لمجرد حارس مرمى، فكان يحب كل من بالنادي وأصبح فيما بعد قائدا للفريق، وبدأ بعد ذلك في فعل كل ما كان يرغب في فعله، فكان يترك حارس المرمى ليتحول إلى لاعب مهاجم، بل ويقوم أيضا بإحراز أهداف. والمثير في الأمر هو أنه كان يتمتع بقدرة فائقة في ركل الضربات الحرة المباشرة، فكان يجعل فريقه يزداد إلى 12 لاعبا بدلا من 11 فقط، فكان بارعا في أي مركز على أرض الملعب. الجدير ذكره هو أنه استطاع بهذا النادي أن يحرز 7 أهداف. فكما تعلمون من المذهل حقا أن نسمع أن هناك حارس مرمى نجح في تسجيل هدف واحد، لكنه سجل 7 أهداف بنفسه على الرغم من أنه مجرد حارس مرمى. فكان هناك من يهتف به، ومنهم من كان يعشقه حد الجنون،
ومنهم من كان ينتقده لأنه وفقا لهم أدى هذا اللاعب إلى إفقاد كرة القدم جديتها بسبب طريقته في اللعب. لكن على كل حال بدأت شهرة هذا اللاعب تزداد أكثر وأكثر بكولومبيا وأمريكا الجنوبية بأكملها. انضم عام 1986 إلى فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وقد استطاع مجددا أن يبهر الجميع بأدائه وبراعته بين صفوف هذا الفريق، ونجح في حصول فريقه على لقب بطل كأس ليبرتادوريس، ونجح أيضا في الحصول على لقب بطل كأس أمريكا الوسطى أو أنترا أمريكانا. وقد بدأ اسمه في التردد على ألسنة جميع عشاق كرة القدم من حول العالم، وبالأخص بعد ابتكار تقنية جديدة ومذهلة في صد كرة القدم، وذلك خلال إحدى المباريات الودية التي جمعت بين كولومبيا وإنجلترا في سبتمبر عام 1995. يبدو أنه لم يكتفي فقط بالخروج من منطقة المرمى لتسجيل أهداف بنفسه، بل قام أيضا باختراع حركة بهلوانية مذهلة تربعت على سطور التاريخ، وهي وقفة العقرب الشهيرة، والتي بمجرد أن قام بها هيجيتا بالمباراة انتشرت بجميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، إلا أنه لم يكترث أحد لهذا، بل ظل الجميع يتساءل ترى كيف فعل تلك الحركة العظيمة. وبخصوص تلك التقنية التي ابتكرها تحدث عنها ريجيتا قائلا الآتي: لقد قمت بحركة العقرب تلك لأول مرة من خلال تصوير إحدى الإعلانات التجارية بكولومبيا، وقد شاركني بهذا الإعلان صبيا صغيرا، وهو من ركل الكرة تجاهي بحركة العقرب، وكان يتوجب علي أن أرد إليه الكرة بنفس الطريقة. بالطبع كان الأمر في البداية مجرد تمثيل، لكنني قمت بعد ذلك بالتدرب عليها لعدة سنوات لاستخدامها على أرض الواقع كسلاح سري داخل الملعب. كل هذا كان له الفضل في أن يصبح واحدا من أشهر وأعظم حراس المرمى في التاريخ، فكان اسمه منتشرا بين بقاع أمريكا الجنوبية والعالم أجمع. انتقل بعد ذلك إلى إسبانيا بين صفوف فريق بلد الوليد، ثم قرر بعد قضاء موسم واحد أن يعود مجددا إلى أتلتيكو ناسيونال، ثم ذهب بعد ذلك إلى المكسيك عام 1997، وكان قد حقق خلال هذا العام العديد من البطولات والألقاب، كالفوز مرة واحدة بكأس ليبرتادوريس، ومرة أخرى بكأس الدوري الكولومبي، ومرتين بكأس أنتر أمريكانا، إحداهما كانت بين صفوف فريق تيبورونيس روخوس المكسيكي. ومن بعد تلك اللحظة انتقل إلى العديد من الأندية المختلفة مثل نادي إنديبندنتي ميديلين وريال كارتاجينا وأتلتيكو جونيورز وديبرتيفو بيريرا، وانتقل لموسمين بالإكوادور ثم إلى فنزويلا، وثم أنهى أخيرا مسيرته الاحترافية بين صفوف ديبرتيفو بيريرا الكولومبي، وذلك عام 2008 بعد 40 عاما من النجومية. كان من المفترض أن يقيم له آنذاك مباراة اعتزال، لكن تم تأجيل تلك المباراة حتى عام 2010 بسبب إصابته حينها بمرض خطير. الجدير ذكره هو أن حياته كانت مليئة بالأحداث الغامضة والمثيرة للجدل. انتشرت أول فضيحة له عام 1991 عندما ذهب في زيارة لسجن لا كاتيدرال لرؤية أحد أشهر تجار المخدرات وأقوى زعيم عصابات في تاريخ البشرية، وهو باولو إسكوبار الذي كان مسجونا هناك، والذي أعلن بشكل عام أنه صديق له. لكن الفضيحة الكبرى التي تعرض لها ريني هيجيتا حدثت في 4 يونيو عام 1993 عندما تم القبض عليه لتورطه في قضية اختطاف كوسيط، وتلك بالطبع تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بسجن موديلو ناسيونال بالعاصمة الكولومبية بوغوتا. وقد وصله خبر وفاة صديقه باولو إسكوبار عندما كان في السجن حينها، لكن العقوبة الأكبر ليس السجن ل6 أشهر، بل استبعاده عن المشاركة بين صفوف المنتخب الكولومبي بمونديال 1994، فكانت تلك هي القشة التي قسمت ظهر البعير. لكن على الرغم من كل هذا كان لا يزال حارس المرمى المفضل لدى جميع عشاق كرة القدم من حول العالم، لكن علاقته بباولو إسكوبار هي التي سلبته العديد من الفرص العظيمة. بعد فترة من الحادثة تورط مجددا في شجار آخر مع المعلق الرياضي سيزار أغوستو لوندونيو، حيث قام هيجيتا بلكمه في عينه عندما قابله الأخير بالمطار وسأله عن علاقته بباولو إسكوبار وعن سبب زيارته له بالسجن،
فلم يكن هيجيتا مشهورا فقط بسبب كونه حارس مرمى عظيم، بل بسبب كونه الصديق المقرب لباولو إسكوبار الذي يعد أخطر زعيم عصابات وأشهر تاجر مخدرات في التاريخ. ولهذا السبب لم تكف الصحافة الرياضية والغير رياضية عن تسليط الضوء على خبر زيارة هيجيتا لباولو إسكوبار بالسجن، فكانت تلك حقا فضيحة عالمية لهذا اللاعب. وفي 23 من نوفمبر عام 2004 اتضح أنه يتعاطى أصنافا عديدة من المخدرات بعد تحليل أجراه له النادي بعد انتهاء إحدى المباريات. قرر حينها اتحاد الكرة الإكوادوري منعه من المشاركة بأي مباراة لمدة 6 أشهر. كل تلك الأحداث والأخطاء التي ارتكبها ريني هيجيتا كانت سببا في فقدانه العديد من الفرص المقدمة على طبق من ذهب، فكان من الممكن أن تصبح مسيرته الاحترافية أعظم من هذا. لكن كانت تلك الأحداث سببا في إعاقته في تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى. لكن على الرغم من ذلك لم ينهزم أمام كل تلك الأزمات، واستطاع أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بفضل تقنية سدة العقرب الشهيرة التي ابتكرها بنفسه، والتي بفضلها حاز على العديد من التكريمات، كما أنه حصل أيضا على إعجاب العديد من لاعبي الحاضر والماضي. من جانب آخر، شارك بعد اعتزاله مؤخرا كرة القدم بالعديد من المباريات الودية، فهو بالفعل واحد من أعظم وأفضل حراس المرمى في تاريخ أمريكا الجنوبية والعالم أجمع. كانت تلك هي قصة ريني هيجيتا، حارس المرمى المجنون. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم الرياضية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.